تخيل معايا الشركه ديال الطوموبيلات بي واي دي بدات سفينه ديالها خاصه باش توصل الطوموبيلات ديالها للعالم كامل وما تبقاش تسنى في الشحن الدولي. اكسبلورر نمبر 1 هذه هي اول سفينه ديال بي واي دي اللي الطول ديالها كيوصل 200 متر وكتهز اكثر من 7000 طوموبيل دقه واحده. علاش هذه الخطوه كانت مهمه بزاف بالنسبه للبي واي دي في الطريق ديالها؟ انها تخفض التكلفه ديال الطوموبيلات ديالها اللي ولينا كنشوفوا دابا اللي كيتنتجوا بواحد السرعه اللي كبيره بزاف لدرجه ان المنافسين ديالها كيبقاو غير كيشوفوا حيت الموديل بالزربه كيتصنع بالزربه كيخرج للسوق وكيتباع بالثمن اللي منافس جدا بالنسبه للماركات الاوروبيه والاسيويه. ملي كتكون عندك سفينه بحال هذه كتكون كتحكم في الشحن وفي الوقت ديال الشحن وحتى في التكلفه ديال الشحن، وكتضمن باللي الطوموبيلات ديالك غادي يوصلوا للاسواق العالميه بلا حتى شي مشاكل وباقل تكلفه ممكنه. هاد السفينه ما كتخدمش بالوقود العادي اللي كيخدموا به كاع السفن، وانما كتخدم بالغاز المسال اللي هو واحد الغاز ما كيلوثش البيئه. وهكا بي واي دي بقات غاديه في نفس الرؤيه ديال الطاقه النظيفه. بي واي دي كتصايب الباتري الشاسي ديالها، ودابا حتى الشحن غتولي هي اللي كتشحن لراسها، وهذا الشيء كيسبب واحد المنافسه اللي قويه في السوق. الشناوه اولا الشركات ديال الشينوا كيعتمدوا على واحد السياسه اللي كتسمى التكامل العمودي. هي فين الشركه كتعتمد على راسها فقط باش تبدا ازيرو من المواد الخام حتى لانها توصل المنتج عند الكليان بلا تدخل ديال اي شركه اخرى. هادشي صعيب، ولكن الا نجحت انها ديرو كتكون مسيطره على كل شيء، وبالتالي التكلفه كطيح بزاف وكتكون منافس قوي للشركات اللي كيعتمدوا على اطراف اخرى باش انهم يوصلوا المنتج ديالهم للزبون المناسب. في نظرك واش هاد السياسه اللي كينتهجوا الشناوه اولا بي واي دي غادي تخليهم يوصلوا يكونوا منافسين للماركات ديال اوروبا، اولا الحديد ديال الشينوا غادي يبقى غير حديد ديال الشينوا وما عمره غيوصل لديك المرحله اللي غينافس فيها مرسيدس اولا بي ام ولا تويوتا؟ خلي لي الراي ديالك في الكومونتيرات ودير فولو الا كنتي مهتم بالعالم ديال السيارات الكهربائيه. تهلا.